تصل الثورة السورية بجميع مقوماتها وجميع ركائزها إلى ما وصلت إليه في هذا اليوم. وأقول بأن ذلك بإذن الله تعالى نحن في نهاية المطاف، ولم يبقى لنا القليل بإذن الله تعالى حتى نصل إلى حلب. وأنا أراكم تجلسون في حلب كما نستمع الآن إلى كلمة الشهداء والجرحى يلقيها على مسامعكم الأستاذة عبير فارس.